السلام عليكم حبايبنا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا اليوم راح تكون اكلة كتير طيبة، وهي لوب بندورة بزيت الزيتون. وهي عادة بتنعمل بلا لحمة، بس انا حطيت لحمة شوي، انا حبيت حط لها شوية لحمة. صارت معي بهالشكل مثل ما شايفين، هالشكل الرائع. لوب بندورة بزيت الزيتون. بتحبوا تاكلوا جنبها كمان رز، وهذا احلى صحن رز. خلينا حبايبنا هلأ نروح نشوف المكونات وطريقة التحضير. حبايبنا مثل ما شايفين، انا عندي هون كاسة ونص كبار لوبة بيضة يابسة، انا نقعتها بالمي ليلة كاملة وصارت معي بهالشكل هذا. وعندي كمان 800 غرام بندورة مفرومة ناعمة بهالشكل مثل ما شايفين. وعندي كاسة صغيرة زيت زيتون. هاي الأكلة كتير طيبة بزيت الزيتون. وعندي معلقة صغيرة ما مليانة كتير بهار سوري حلو، ومعلقة صغيرة ملح، والملح كمان حسب الرغبة حبايبنا. وعندي معلقة صغيرة كزبرة يابسة. وعندي كمان حبايبنا توم، رح اهرسهم مشان احطهم بقلب اللوبة. والتوم الكمية حسب الرغبة كمان. هلا حبايبنا رح اخد اللوبة وروح اسلقها بالمي، وبرجع لكم بالمرحلة اللي بعد هاي. مثل ما شايفين حبايبنا، انا هلا عم بسلق اللوبة بالمي مثل ما شايفين، حطيتها على الغاز. رح اسلقها 3/4 السلقة، وبعدين بشيلها بصفيها وبكفي السلق تبعها مع صوص البندورة. فخلينا هلا نروح نشوف كيف رح نعمل صوص بندورة. وهلا حبايبنا رجعت لكم حتى نعمل مع بعض صوص البندورة تبع اللوبة. انا عندي هون طنجرة حطيتها على الغاز، ورح احط بقلبها كباية صغيرة زيت زيتون مثل ما شايفين. هاي الأكلة ما بتتاكل إلا بزيت الزيتون. وراح احط كمان توم مهروس، الكمية مثل ما قلت لكم حسب الرغبة. بحرك التوم مع بعضه حتى ياخد شوية لون مثل ما شايفين. ريحة التوم مع زيت الزيتون كتير كتير طيبة. مثل ما شايفين حبايبنا، التوم بلش ياخد لون ويدبل شوي. انا بدي اياه كمان يدبل مشان ما يكون يعني ني. وعندي كمان حبايبنا 200 غرام لحمة ناعمة كورتهم بهالشكل، وراح احطهم فوق التوم وحركهم حتى يستووا كتير منيح. واللحمة حبايبنا اختيارية، يعني بهي الأكلة اختيارية. وراح احط كمان معلقة صغيرة كزبرة يابسة، وبحركهم كتير منيح مع بعض حتى تستوي اللحمة وتاخد اللون المطلوب. بهالشكل هذا بقلبهم كلهم حتى ياخدوا لون واحد، وبحركهم كل فترة مشان ما يحترق التوم والكزبرة. هاي الأكلة كتير كتير طيبة مع الخبز وفليفلة حدة أو بصلة، لأني حبايبنا أكلات الزيت كلها بتتاكل بالخبز. وإذا بتحبوا كمان تقدموا جنبها رز كمان بيمشي الحال. شايفين اللحمة كيف بلشت تاخد لون وتستوي. اللحمة لازم وضروري تنقلى قبل كل طبخة مشان الطبخة ما تزنخ معكم. وبتصير اللحمة إذا ما قليتوا وكأني مسلوقة سلق وفيها شوية زنخة وما مستوية وما طيبة. فقبل كل أكلة فيها لحم لازم تقلوا اللحم شوي بهالشكل هذا. شايفين كيف استوت اللحمة حبايبنا؟ صارت تاخد ريحة كتير كتير طيبة.
هيك لازم تكون اللحمة مع الثوم. هلا بما انه استوت اللحمة والثوم والكزبرة، راح فضي البندورة اللي عندي اللي ورجيتكم اياهم مفرومة ناعمة، راح فضيهم فوق اللحمة مثل ما شايفين. وحركهم مع بعض كتير منيح حتى يختلطوا مع بعض واللحمة تتشرب من السوائل الموجودة. بحركهم شوي مشان ما تفرط اللحمة معي. شايفين حبايبنا؟ وعندي كمان هون معلقة صغيرة بهار سوري حلو، والسوريين كلهم بيعرفوا هاي النوعية من البهار. وراح احط معلقة صغيرة ملح. هيك بنكون خالصين من كل المكونات للصوص، وبحركهم كتير منيح مثل ما شايفين بهالشكل هذا وبهالطريقة. وبحافظ على شكل اللحمة، ما بخليها تفك عن بعض. وهلا حبايبنا بعد ما حركت كل المكونات مع بعض رح دوق الصوص شوي وبشوف اذا محتاج شوية ملح بحطله. وهلا حبايبنا مثل ما شايفين انا غطيت طنجرة ورح اترك الصوص يغلي كتير منيح حتى يعقد ويصير سميك شوي، وبرجع لكم ان شاء الله بالخطوة اللي بعد هاي. فهلا خليكم معي وما تروحوا لبعيد. مثل ما شايفين حبايب قلبي صوص البندورة اللي عندي استوى وصار جاهز مثل ما شايفين، سمك وعقد وصار غير شكل مثل ما شايفين. ريحته كتير طيبة. بحركه هيك شوي بس، بعدين بروح بجيب اللوبة اللي سلقتها قدامكم 3/4 سلقة وبفضيها فوق الصوص، وبخليها حبايبنا تستوي سوا كامل بقلب صوص البندورة. هلا بعد ما فضيت اللوبة بحركة كتير منيح بهالشكل هذا، بقلبهم كام تقليبة. وكل ما شفتوا المرقة او الصوص نشف شوي زيدوا كاسة مي كبيرة. وانا راح اكتب لكم بصندوق الوصف كم كاسة مي حطيت. وهلا حبايبنا بعد ما حركت كل المكونات مع بعض راح اغطي الطنجرة واترك اللوبة تغلي مع صوص البندورة حتى تستوي تماما، وبرجع لكم ان شاء الله لما تكون جاهزة بمرحلة التقديم ونشوف كيف راح نقدمها مع بعض. وهي مثل ما شايفين حبايبنا وصلت معكم هلا لمرحلة تقديم اللوبة ببندورة مع زيت زيتون، واذا بتحبوا تاكلوا جنبها كمان رز كمان طيب كتير مع اللوبة. هلا بدوق شوي قدامكم وبعطيكم رأيي بكل مصداقية وبكل صدق. شايفين اللحم مثل ما قلت لكم كمان اختياري. راح دوق كم لقمة قدامكم من هالأكلة الرائعة. بصراحة كل أكلات زيت الزيتون طيبة. عن جد رائعة كتير طيبة. وزيت الزيتون هذا زيت بلدي من سوريا يعني جايبه كتير طيب. عن جد ما بينشبع منها. واذا ما بدكم تاكلوا رز جنبها فينكم تاكلوا خبز، تتاكل هي بالخبز مع فليفلة حدة كتير طيبة. وبهيك حبايبنا بكون وصلت معكم لنهاية الوصفة اليوم. لوب بندورة بزيت الزيتون، الأكلة كتير طيبة ورائعة. بتمنى منكم حبايبنا تجربوا هالأكلة. فإذا عجبتكم الوصفة ما تنسوني من لايك والشير للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء بحلقة جديدة ووصفة جديدة، والسلام عليكم.